اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. كل سنه وانتم طيبين وبشهر رمضان الكريم المبارك. النهارده نعمل حاجه كده جميله وسهله، وهتحسي فيها فعلا ان انت عامله حاجه جديده وبتحسسك بالشبع جدا قبل الفطار. طبعا تفطري عليها وتقومي تصلي المغرب كده تحسي ان انت خلاص مش قادره تاكلي، بس صراحه ربنا وصفه جميله جدا جدا مليانه الياف طبيعيه جميله جدا. طبعا معانا الحليب عادي كامل الدسم منزوع الدسم اللي يريحك، معانا سكر حسب الرغبه، معانا جوز هند طبعا، ومعانا الزبيب، ومعانا البلح. كله طبعا عارفين الحاجات دي مليانه الياف وبتشبع جدا جدا، وما بت ايه ما بتاثرش، يعني ما بتديش الجسم زياده في الوزن، بس بتدي طاقه جميله جدا وتحسي بالشبع معاها. لا فعلا مجربه وطعمها تحفه جدا جدا. طبعا هنجيب طبعا معانا البلح اهو قطعناه طبعا بعد ما غسلناه وقطعناه قطع صغيره كده بالسكينه، ومعانا الجوز الهندي زي ما انتم شايفين. هحط طبعا على حسب افراد الاسره، عايزه تعمليه في كوبايه كبيره، في كاس صغير، في طبق، في المج بتاع الشاي العادي، اي حاجه متوفره عندك اعمليها فيها مفيش اي مشاكل. ده بنحط المكونات بتاعتنا على بعضيها. طبعا عارفين الجوز الهندي ده مليان الياف جدا 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 ومفيد جدا للجسم. طبعا اطفال هيحبوا الوصفه دي جدا، لو عندك اطفال صغيره اعمليها لهم وهيحبوها. ممكن عادي، ممكن لو اطفال صغيره ممكن تضربيها في الخلاط وتنعميها جدا جدا والاطفال يشربوها برضو. وصفة جميلة جدا جدا للكبار وللصغار. وممكن برضو مرضى السكر عادي مفيش مشاكل، بس هما يعني ما تحطيش سكر. لو مثلا حد عنده مرض السكر مثلا يشرب منه عادي وياكل منه، بس طبعا مش هنحط السكر اللي احنا هنحطه في الوصفة. بس انا يعني السكر ده طبعا حسب رغبتك، ممكن تبدليه بعسل ابيض لو انت حابه، مفيش مشاكل. بس احنا بنشوف الحاجات اللي هي المتوفره عندك في البيت. لو مش متوفر عندك عسل ابيض مفيش مشاكل، ممكن تحطي سكر. شايفين بقى لحد ما حطينا اللبن بتاعنا دافي دافي او متلج، بس هو علشان دافي يضطر معانا المواد البلح والزبيب معانا يطريه بسرعه. زي ما انتم شايفين ممكن تعملي بلح عجوه مفيش اي مشاكل خالص، ببلح الناشف خالص، بلح العجوه، اي نوع بلح في الوصفه دي هينفع معاكي وهيدي نتيجه جميله جدا 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 زي ما انتم شايفين. طبعا الكلام ده بنعمله الظهر عشان نقدر ناكله قبل نفطر عليه، يعني احنا كده بنفطر عليه. دي طبعا سنه معروفه عن النبي عليه الصلاه والسلام، البلح والتمر، التمر واللبن. بقى احنا بقى ندي شويه حبه اضافات اللي هو الزبيب وجوز الهند، بندي الاضافات البسيطه دي وبيدي معانا الطعم الجميل التحفه ده. وممكن طبعا لو عندك عزومه تعملي لضيوفك عادي جدا جدا هيحبوه ويقولك بسم الله ما شاء الله. تحسي بعد ما تشربي الكوبايه دي وهتقومي تصلي المغرب هتحسي بشبع فظيع جدا جدا جدا. ويا رب الوصفه تعجبكم وبتجربوها وتقولوا رايكم فيها، وهي وصفه جميله جدا جدا والله مجربه وهتعجبكم وتحفه. وركزوا عليها جدا جدا احسن ما التمر اللي الاولاد بيشربوه، ومفيد جدا جدا. ويا رب الوصفه تعجبكم. كل سنه وانتم طيبين واشوفكم في حفظ الله ورعايته.